السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ أمين. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعلم كيف نحسب الأعداد الكسرية. إذا سوف نتعلم جمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد الكسرية أو الكسور. جيد جدا. إذا سوف نبدأ بأول محور، الجمع. إذا كيف نقوم بجمع أو طرح؟ إذا الجمع والطرح فهما نفس التقنية. جيد جدا. إذا مثلا عندنا هذا المثال. إذا هنا 1/2 زائد مثلا 5/2. إذا هذا هو مجموع عددين كسريين أو مجموع كسوري. جيد جدا. إذا لكي نحل هذا الجمع، إذا لاحظوا معي هنا عندي العددين لهما نفس المقام. إذا هذين العددين الكسريين لهما نفس المقام. إذا كان لديهما نفس المقام فنحتفظ بنفس المقام، ثم نجمع البسط. إذا نجمع البسط الأول زائد البسط الثاني. إذا هي 1 زائد 5 هي تساوي 6. جيد جدا. كذلك حتى في عملية الطرح، مثلا عندي 5/2 ناقص مثلا 1/2. إذا تساوي، إذا هنا إذا لاحظتوا معي فهناك عند عددين لهما نفس المقام. إذا سوف أحتفظ بنفس المقام هو هنا، ثم سوف أقوم بطرح البسطين. إذا 5 ناقص 1. إذا 5 ناقص 1 هي 4/2. وهنا ممكن كذلك أن أختزل هذا العدد، ف4 ما هي إلا 2 في 2/2. ممكن أن أختزل 2/2 وتساوي 2. إذا فعملية الاختزال سوف أشرحها كذلك في فيديو منفصل. إذا هذا هو بالنسبة لجمع وطرح عددين كسريين. ولكن الملاحظة هنا هو أن هذين العددين الكسريين لهما نفس المقام. إذا يتبادر إلى ذهنكم الآن سؤال: ماذا إذا لم يكن لهما نفس المقام؟ جيد جدا. إذا لنكتشف ذلك. مثلا عندي مثلا هنا 1/2 زائد مثلا 4/3. جيد. وأريد أن أحسب مجموع هذين العددين الكسريين. إذا لاحظتوا معي فالعددين الكسريين ليس لهما نفس المقام، بل لهما مقامان مختلفان. جيد جدا. إذا ماذا أفعل؟ إذا سوف أقوم بكتابة كسر كبير هنا، ثم أقوم بضرب العدد 2 في العدد 3. إذا 2 في 3 تساوي 6 وأكتبها هنا. ثم آخذ العدد الأول على اليسار وأضربه في مقام العدد الثاني. إذا 1 في 3 تساوي 3. ثم ماذا يوجد بينهما؟ يوجد بينهما عملية زائد، سوف أقوم بتركها. ثم أقوم ب مسك العدد أو المقام ديال العدد الأول وأضربه في بسط العدد الثاني. إذا 2 في 4 تساوي 8. ثم أحسب هنا 3 زائد 8 هي 11. ثم المقام سوف أتركه اللي هو 6. إذا هذه هي تقنية ديال جمع عددين كسريين ليس لهما نفس المقام. سوف نقوم كذلك بمثال آخر في عملية الطرح. إذا 4/3 ناقص 1/2. إذا تساوي، إذا ماذا قلنا؟ إذا نستعمل هذه الطريقة، فأنا أسميها طريقة الفراشة. إذا إذا قلنا نأخذ المقامين نضربهما في بعضهما. إذا 3 في 2 تساوي 6 أضعها هنا. ثم آخذ 4 في 2 البسط الأول في مقام الثاني. 4 في 2 هي 8. ثم بينهما هنا عملية ناقص أتركها. ثم 1 في 3 تساوي 3. إذا 8 ناقص 3 هي 5 وأترك العدد الآخر اللي هو 6. جيد جدا. إذا سوف أضيف كذلك مثالا ثالثا. مثلا عندي هنا سوف أحسب 1/2 زائد مثلا 3/4. إذا لاحظوا معي، إذا سوف أقوم بحساب هذين العددين الكسريين ولكن بطريقة ذكية شيئا ما. إذا لاحظوا معي، إذا عندي هنا 1/2 زائد 3/4. لاحظوا معي هنا. إذا على حسب الطريقة التي قمنا بها في المثالين السابقين، سوف أضرب 2 في 4 تعطيني 8. ثم أضرب 1 في 3 تعطيني 4. ثم بينهما زائد.
ثم 3 في 2 تساوي 6. 3 في 2 هي 6. ثم أحسب 4 زائد 6 هي 10 على 8. وهذه طريقة صحيحة. ولكن هناك طريقة أسهل من ذلك، وهي هناك إذا لاحظت معي هناك علاقة بين العدد 4 والعدد 2. إذا حيث أنه إذا ضربت 2 في 2 فهي تعطيني 4. وهناك قاعدة في الأعداد الكسرية: إذا ضربت المقام لكي أحافظ على نفس العدد الكسري يجب أن أضرب كذلك البسط. إذن فيصبح عندي 2 البسط هي 2 على 4 زائد 3 على 4 سوف أتركها. وهنا فقد قمت بتوحيد المقام. إذن أصبح لهما نفس المقام، سوف أكتبه. إذا كان لهما نفس المقام أحتفظ به. ثم 2 زائد 3 التي هي 5. إذن هذه كذلك طريقة ممكن أن أستخدمها، ولكن بشرط أن يكون هناك علاقة بين المقامين. جيد جدا. إذن ننتقل إلى المحور الثاني اللي هو الضرب والقسمة. بالنسبة للمحور الثاني سوف نتناول كيف نقوم بضرب أو قسمة الكسور أو الأعداد الكسرية. جيد جدا. إذن بالنسبة لضرب أو قسمة الأعداد الكسرية فهي تقنية سهلة جدا. كيف ذلك؟ لاحظوا معي. إذن عندي هنا عددين كسريين، مثلا نأخذ مثلا 1 على 2 في مثلا 4 على 5. إذن هذين عبارة عن عددين كسريين. إذن سوف أضربهما في بعضهما. إذن التقنية سهلة جدا. إذن نضرب البسط في البسط. إذن 1 في 1 في 4 تساوي 4. ثم أضرب المقام في المقام. و2 في 5 تساوي 10. وهنا ممكن كذلك أن أختزل. فبالنسبة للاختزال سوف 2 وهنا 10 ما هي إلا 5 في 2. بما أنه عندي عملية الضرب هنا وعندي عددين مكررين سوف أتخلص من 2 و2 وتبقى 2 على 5. إذن هذه العملية تسمى عملية اختزال، سوف أشرحها في فيديو منفصل إن شاء الله. إذن هذا هو بالنسبة لضرب عددين كسرين. سوف أضيف كذلك مثالا آخر. مثلا عندي 6 على 5 في مثلا 5 على 3. إذا لاحظت معي هنا فسوف أقوم هنا بأول شيء هو عملية اختزال. إذا انتبهوا هنا، أول شيء هو عملية اختزال، لأنه عندي هنا عملية الضرب فقط وعندي عدد مكرر في الأسفل وفي الأعلى. إذن سوف أختزلها. إذن سوف تبقى 6 على 3. و6 على 3 كذلك يمكن أن أختزلها، لأن 6 هي 2 في 3 على 3. أختزل 3 على 3 وتبقى 2. إذن انتبهوا كذلك لهذا النوع من العملية على الكسور. جيد جدا. سوف ننتقل الآن إلى القسمة. بالنسبة للقسمة كذلك فهي حالها سهل. إذن 1 على 2 مثلا مقسمة على 4 على 5. جيد جدا. إذن هناك طريقتين. الطريقة الأولى هو أنه أترك القسمة كما هي، ثم أضرب البسط العدد الأول في مقام العدد الثاني. إذن 1 في 5 تساوي 5. ثم مقام العدد الأول في بسط العدد الأول. إذا 2 في 4 هي 8. جيد جدا. أو لا، ممكن أن أحول هذه العملية القسمة أحولها إلى عملية ضرب. كيف ذلك؟ إذن أترك العدد الأول 1 على 2 ثم القسمة أحولها إلى ضرب ثم أقلب هذه العددين. إذن 5 سوف أتركها في الأعلى و4 في الأسفل. إذن تساوي 1 في 5 هي 5 و2 في 4 هي 8. إذا لاحظتم معي فنفس الحل. إذن هذه هي طريقتين اللي ممكن أن أحل بهما قسمة عددين كسريين. وبهذا نكون قد أنهينا الفيديو الأول الذي تناولنا فيه ضرب وقسمة وكذلك جمع وطرح الكسور أو الأعداد الكسرية في سلسلة لفيديوهات حول أساسيات الرياضيات. إذا أعجبكم الفيديو المرجو وضع إعجاب أو للمشاركة في القناة لكي يصل لكم أي فيديو أنشره. كان معكم الأستاذ أمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.